أهلا بكم. ما لم يحدث منذ 3 سنوات. الزمالك بيتأهل رسميا لربع نهائي كأس الكونفدرالية بالتعادل 0-0 أمام سجرادا الأنجولي بأنجولا في الجولة الرابعة كأس الكونفدرالية دور المجموعات. الوصول للبونت رقم 10 ضمن التأهل رسميا لزمالكنا العظيم في المجموعة. عموما مليون مبروك لزمالكنا العظيم، مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك المحترم المخلص الشجاع الوفي، مليون مبروك لكل زملكاوي في جميع أرجاء الوطن العربي. بطولة كأس الكونفدرالية بالنسبة لي أنا شخصيا هي محطة كويسة لزمالكنا العظيم يقدر يبني فيها فرقة من تاني، يقدر ياخد فيها نفسه، يقدر يستعيد فيها بريقه الضائع المتهان وسط القارة. تخيل إن بناء تاريخ قاري قوي ببطولة قارية في المتناول، والله العظيم في المتناول، أتلع وأكبر وأقوى فرقة فيها هي المركز الرابع في الدوري في بلدها. تخيل ان ده بيتيح ليك وبيوصلك ان انت تلعب بطولة قارية تانية هي كأس السوبر الافريقي، ووقتها بتعلي من تصنيفك وسط الكبار ووسط الفرق الكبرى. عموما لازم نكسب البطولة دي، ما فيهاش نقاش، لازم نكسبها، ما فيهاش جدال والله العظيم ولا اي كلام على الاطلاق. من وجهة نظري الشخصية مستوى التنافس في البطوله مش مستوى الزمالك، ما فيهاش تنافسيه من وجهه نظر الشخصيه، ده احنا اللي تيم وقع من العاشر، ما فيش تنافسيه لما بتنافس نهضه بركان واتحاد العاصمه وفيوتشر ومعتبرهم فرق وخايف منهم، دي مش تنافسيه ولا مكان الزمالك، مكاننا الطبيعي مع صن داونز والاهلي والوداد، وده الطبيعي ان الليفل بتاعنا اعلى وبمراحل. الزمالك تاريخ عظيم وتاريخ عريق لنادي الزمالك العظيم. اتمنى ان شاء الله البطوله دي ما تضيعش من زمالكنا العظيم، لان ضياعها بالنسبه لي انا جريمه لا تغتفر حتى لو ضيعنا كل بطولات الموسم. بطوله سهله وفي المتناول. بالنسبه للناس اللي بتتكلم على معتمد جمال، احب اقول لكم ان الراجل من وجهه نظر الشخصيه مظلوم، حتى لو هو لا يصلح لتدريب نادي الزمالك العظيم ومش على مستوى نادي الزمالك، ولكن سكواتنج الزمالك تعبان، دكة الزمالك تعبانة، الزمالك ما فيهوش 11 لاعب ينزلوا الملعب عشان يبقى عنده دكة بدلاء من وجهة نظر الشخصية. تخيل انت النهارده معتمد جمال بيلعب بثلاثة نص ملعب عشان يمسك الكرة، الثلاثة ما لهمش في الكرة. حل نادي الزمالك من وجهة نظري انا الشخصية، من وجهة نظري لازما حل مشكلة القيد بأسرع وقت، حل مشكلة القيد بأسرع وقت ممكن، قلب 8 9 10 صفقات، تيم جديد يليق بكيان نادي الزمالك العظيم، يليق بالتيشيرت، يليق بالفانيلا من وجهة نظري الشخصية. معتمد جمال بعيدا عن فكره ان النهارده عمل حاجه غريبه من وجهه نظري، دي نو كومنت بالنسبه لي يا معتمد، ان انت منزل فيرود عشان تلعب اوفر، لاعب جناح يلعب له اوفر وتخلق فرصه ومن ثم تسجل هدف. تخيل انت النهارده نزلت الفيرود وما سبتش وما نزلتش الجناح، ولما فكرت تعدل التكتيك وتعدل الخطه وتظبط شكل الملعب ونزلت الجناح، لا سحبت الفيرود طلعته بره، نو كومنت. انما الزمالك ما عندوش سكواتنج، فبرضه انا بعذره في بعض النقاط من وجهه نظري الشخصيه. عموما ان شاء الله باذن الله حل مشكله القيد لزمالكنا العظيم خلال 72 ساعه على الاكثر. المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك العظيم احمد سالم قال لك هناك اخبار ساره لجمهور نادي الزمالك بخصوص ملف الكره الفتره الجايه، مش كده كمان وبس، لا ده انا بقول لك ان شاء الله الزمالك استقر على 4 لعيبه محليين وعلى 2 اجانب تحت السن، وان شاء الله القادم افضل لزمالكنا العظيم. نتمنى الدعم للزمالك، ونتمنى الحفاظ على احمد السيد زيزو، نتمنى الحفاظ على كوادر النادي واللعيبه التقنيه الجوده العاليه المرعبه، نتمنى ان الزمالك ما يفرطش فيهم باي رقم. انا كجمهور بصرف النظر اني مش هستفاد اي حاجه ولا هستفاد مليم، انا مش عايز حرق الدم يا عم، انا مش عايز فلوس، انا عايز الزمالك داخل الملعب وداخل المستطيل يبقى 10 على 10. ما كان عندنا ناس كتير من ايام مصطفى محمد ومصطفى فتحي وطارق حامد، وكان عندنا الفرجاني ساسي وبن شرقي ونجم، وكان عندنا ناس كتير الزمالك بقى يضيعهم كده بسهوله وما بنحسش بحاجه، وبرضه الماديات علينا والديون متلتله على عينينا. فانا بالنسبه لي مش عايز اي مليارات في زيزو، انا عايز زيزو يقعد مع الونش، مع وجود شيكابالا، مع رجوع مصطفى شلبي، تبدا الدنيا تظبط في زمالكنا العظيم مع بعض اللعيبه انها تاخد ثقه. انما مش عايزين التفريط في اي لاعب في الزمالك ايا كان، احنا عايزين جلب صفقات. ده وقت رجال الاعمال، وقت محبين نادي الزمالك، وقت كباتن نادي الزمالك. ان شاء الله الزمالك بمشيئه الله مع الدعم من جمهوره العظيم هيبقى في حته تانيه الفترات القادمه بمشيئه الله، مع مجلس اداره منتخب محترم. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. حبيب قلبي دمتم في امان الله.